رمضاننا السنة دي في حزب مستقبل وطن كان كله بركة وخير وفرحة وسط ناسنا الطيبين المصريين الجدعان. فطرنا سوا كل يوم ولفينا مصر كلها، لعبنا واتبسطنا وفرحنا واحتفلنا وسط أجمل ناس من خلال 6 مبادرات مختلفة. إفطار مسافر، واللي من خلالها وبإيد شبابنا من أمانة العمل الجماهيري بالحزب وزعنا وجبات إفطار يومية على المسافرين في محطات قطار مصر بالقاهرة واسكندرية وأسيوط. 2000 وجبة في كل محافظة متجهزين من داخل مطبخ مستقبل وطن. إفطار صائم، 3 مليون وجبة إفطار من مطبخنا تم تجهيزها وتعبئتها وتوزيعها على ناسنا الطيبين يوميا في كل المحافظات. مائدة وطن واحد، اتجمعنا وفطرنا سوا كل الأطياف على مائدة إفطار واحدة كل يوم في محافظة مختلفة وسط أجواء كلها حب وبهجة وأخوة. دورة مستقبل وطن الرمضانية، شبابنا الجميل القدوة في حب الكورة ما بيهزرش، وعشان هم قوتنا ومستقبلنا حزب مستقبل وطن بادر وأقام دورة مستقبل وطن الرمضانية لكرة القدم في 27 محافظة. من كل محافظة 32 فريق بيصفوا لفريق واحد فايز، واللي فاز فيها فريق محافظة الجيزة، وتم تكريمه وتسليمه جائزة نقدية بحضور معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. المسابقة الرمضانية لحزب مستقبل وطن واللي تم الإعلان عنها من خلال الصفحات الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن الإجابة على أسئلة ثقافية ودينية ومعلومات عامة، ووصل عدد الفائزين فيها إلى 30 فائز. تم تكريمهم وتسليمهم الجوائز خلال حفلة إفطار جماعي ليهم، احتفالية ليلة القدر، وتكريم أمهات قادرون باختلاف. الأم المصرية، وزي ما وصفها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي صوت الضمير ورمز التضحية والرحمة ومصدر السعادة والبهجة والداعمة في كل شدة. وسيرا على خطى سيادته في تقدير دور الأم المصرية واهتمامه بأبنائنا أصحاب الهمم قادرون باختلاف، حزب مستقبل وطن اختار مجموعة من الأمهات المثاليات عشان يهديهم رحلات عمرة للأراضي المقدسة. كل سنة وكل رمضان ومستقبل وطن مع الناس بيجمعهم حب مصر وحب الخير. كل سنة وكل مصر بخير. حزب مستقبل وطن، رمضان 2024.